ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات كنت عملت الطحينة ووريتها لكم. بصوا الجمال، وقلت هعمل لكم فيديو مخصوص ليها. يعني القوام واللون والطعم بجد بجد هتحلفوا ان هي جاهزة، بس لو مشيتوا على طريقتي بجد بجد هتعجبكم جدا. انا بعمل الطريقة دي بقالي اكتر من 10 سنين، فبجد هتعجبكم جدا. بس امشوا على نفس الطريقة والمقادير هتظبط معاكم. طيب يلا نشوف. معانا كوباية سمسم بالكوباية المعيارية دي، تمام. كوباية بقى، كوبايتين زي ما تحبي. كوباية السمسم قصادها كوباية دقيق، تمام. هنديله تسخينة على النار، مش تحميصة، تسخينة. بصوا انا بمسكه في ايديا، لو لقيته سخن على ايدي على النار واطية جدا شمعة كده، خلاص اروح طافية النار علشان ما يغيرش لون، لان لو السمسم غير لون هيمرر. طيب هنعمل ايه؟ معانا كوبايه معانا زيت ذره بنفس المعلقه المعياريه. هنحط كوبايه في شفشق الخلاط، تمام. تمام، هسيبها بقى تتصفى ونركنها على جنب. ونجيب كوبايه السمسم اللي حمصناه هنسيبه يبرد، وكوبايه الدقيق. وهناخد السمسم نطحنه في المطحن بتاع الخلاط، ماشي، زي ما انتم شايفين كده. نفضل نطحن فيه نطحن فيه لحد ما نحس ان هو من تحت كده بقى عامل شبه العجينه كده، وخرج الزيوت اللي فيه. خلاص، هناخده نفضيه على الدقيق اللي في الطبق ده، ولحد ما نخلص كميه السمسم. تمام، بصوا بيبقى عامل ازاي. لحد ما نخلص كميه السمسم، تمام، بتاعتنا. وبعدين نروح مبسسين الدقيق تبسيسه كويسه كده، ونشربه السمسم بالزيت بتاعه المطحون. دي خطوة مهمة جدا جدا، تمام. ليه؟ علشان الدقيق ما يبقاش طعمه دقيق، علشان الدقيق يبقى واخد طعم السمسم وزيت السمسم، تمام. طيب خلاص، احنا خلصنا الخطوة دي. هنعمل ايه؟ هنرجع نعيد طحنهم تاني، ماشي. والمرة دي اللي هنطحنه في المطحن هنفضيه ايه؟ على الزيت اللي في الشفشق. محدش بقى يقول لي تجربة، محدش بقى يقول لي التجربه بتاعت الناس اللي بتحط حمص والناس اللي بتحط سوداني. جربت كل الطرق دي من سنين، مش حلوه مش حلوه مش حلوه بجد، مغيره الطعم. مش السمسم اللي والطحينه اللي احنا متعودين عليهم، اللي بنشتريهم جاهزين من بره. بامانه، سمسم مطحون ودقيق فقط، تمام، لتعديل القوام، ماشي. طيب هنخلص بقى الكميه بتاعتنا وطحنه كلها، تمام. بصوا بيحجر ازاي وينشف من تحت، لان الدقيق يعتبر بيتعجن لان الدقيق بيعتبر بيتعجن بالسمسم وزيت السمسم المطحون، تمام. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتحطوا تعليق جميل زيكم كده. واللي عجبه القناة واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل جرس الكل علشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى القوام، بصوا يعني ما تتفرقش عن الجاهزة. والله ساعات ببقى مش عاملة او خلصت من عندي، وببقى مضطرة ان انا اجيب طحينة مثلا لاكلة. والله بيقولوا لي الطعم مغير ومش زي اللي انت بتعمليها في البيت، واللي انت بتعمليها في البيت احلى بكتير. اتعودوا على طعمها عندي جدا جدا جدا، عكس الجاهزة تماما. بجد اطعم واحلى بكتير واوفر بكتير. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ويا رب كده ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش تحطوا اللايك وتحطوا الكومنت وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، تمام، وعجبتكم يعني. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأمة محمد جميعا يا رب كده بخير بإذن الله. بصوا الطحينه، وهي كوبايه سمسم عملت قد ايه؟ عملت برطمان ونص، اللي هو 370 باين ملي او 375 ملي. يعني ما شاء الله عمل كميه، يعني داخل في النص كيلو طحينه. يعني حاجه جميله جدا يعني، من كوبايه سمسم واحده. يلا سلام، اشوفكم على خير.